اختار أن يشتغل في صمت، أن يقاتل في الكواليس، وأن يجعل من القانون سلاحا ومن الإصرار طريقا. إنه فوزي الأقجع، الرجل الذي لم يرفع صوته يوما لكنه رفع راية المغرب عاليا، فكان الحاضر في التفاصيل، الصامد في المعارك، والعنيد حين يتعلق الأمر بحق هذا الوطن. سيبقى اسمه محفورا في ذاكرة المغاربة، ليس فقط كمسؤول بل كأسطورة إدارية أعادت للكرة المغربية هيبتها وكتبت فصولا جديدة من المجد. أسبوع تاريخي بكل المقاييس عاشته الكرة المغربية، أسبوع لم يكن عاديا بل حمل في طياته قرارات أعادت الأمل وأشعلت الحماس في قلوب الجماهير. البداية كانت بتعزيز الطاقم التقني بتعيينة وزنة، على رأسها المدرب محمد وهبي، ومعه البرتغالي جواو ساكرامنتو أحد رجال جوزي مورينيو، إضافة إلى عودة ابن الكرة المغربية يوسف حجي أحد أبطال ملحمة كأس الأمم الأفريقية 2004 في خطوة تعكس الرغبة في ربط الماضي المجيد بالحاضر الطموح. لكن الحدث الأكبر لم يكن تقنيا بل تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فجر مفاجأة مدوية بعدما قرر تجريد منتخب السنغال من لقب كأس أفريقيا 2025 ومنح اللقب رسميا لمنتخب المغرب بعد اعتبار ما حدث في النهائي خرقا واضحا للوائح. قرار قلب كل الموازين وأعاد كتابة تاريخ البطولة من جديد. المغرب الذي خسر فوق أرضية الميدان انتصر في ميدان آخر، ميدان القانون، ليتوج بطلا لأفريقيا في مشهد نادر يثبت أن الحقوق لا تضيع ما دام وراءها من يدافع عنها. وبين قيادة إدارية حكيمة وتخطيط تقني جديد وتاريخ يكتب من جديد، يبدو أن المغرب لا يعيش مجرد فترة جيدة بل بداية حقبة كاملة عنوانها المجد الأفريقي.